مفتاح الوصول للنجاح والإنتاجية هو تنظيم وقتك. ولو بصيت على أنجح ناس في العالم هتلاقي نصيحتهم الأولى والأهم هي تنظيم الوقت. وعشان كده في الفيديو ده هقولك على أهم 6 نصائح عشان تعرف تنظم وقتك صح وتعرف تنتج أكتر. وال6 نصائح دول من كتاب كل هذا الضفدع للكاتب براين تريسي. أهلا بيكم في قناة عداء، وده فيديو جديد. ولو لسه مشتركتش في القناة فياريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ. والنصيحة الأولى اكتب أهدافك. لازم قبل ما تبدأ تعمل أي حاجة تبقى عارف إيه الهدف منها، تكتب الهدف ده في ورقة وتبقى شايفه طول الوقت. في طريقة حلوة جدا عشان تعرف تحقق الهدف ده في الوقت اللي انت عايزه، وهو إنك تجيب ورقة وتكتب فيها الهدف بتاعك وتحط وقت محدد عشان تحقق فيه الهدف ده. يعني مثلا انت حطيت ان انت هتشتغل على الهدف ده لمدة 3 ساعات كل يوم، وجيت قلت مثلا انا بعد شهر عايز اكون اتعلمت حاجة في الهدف ده او حاجة في المجال ده. تلتزم بال3 ساعات دول كل يوم، وصدقني هتيجي بعد الشهر هتلاقي فعلا ان انت حققت الهدف اللي انت عايزه. والنصيحة التانية انك تخطط لليوم قبل ما يبدأ. انت اكيد سمعت عن السؤال الشهير اللي هو بيقول كيف تأكل فيل؟ وبالنسبة لموضوعنا النهاردة فالإجابة هتكون في كل فترة قطعة. عشان كده لازم تقسم هدفك لأهداف صغيرة، عشان كل ما تحقق هدف من الأهداف الصغيرة ده يديك دفعة إنك تكمل عشان توصل للهدف الكبير. وعشان كده لازم تخطط ليومك قبل ما تنام عشان تبقى عارف انت لما تقوم هتعمل ايه. انت ممكن تكون بتقوم الساعة 5 الصبح وبرضه ما بتحققش اللي انت عايزه في يومك، وده بسبب ان انت ما بتبقاش محدد الأهداف اللي عايز تعملها في يومك، ما بتبقاش عامل لستة بكل حاجة انت عايز تعملها في يومك. وصدقني الموضوع مش هياخد منك وقت كبير خالص. كل اللي انت محتاجه انك تكتب الاهداف اللي عايز تعملها بكرة قبل ما تنام. وافتكر دايما ان قليل دائم خير من كثير منقطع. والنصيحة التالتة هي طبق قاعدة 80-20. والقاعدة دي اسمها قاعدة باريتو. سيبك من الاسم خالص، بس القاعدة دي بتقول إن 80% من المبيعات بتاعتك هتجيب لك 20% من العملاء، وإن 20% من المنتجات بتاعتك بتجيب لك 80% من الأرباح. فعشان كده طبق القانون ده لما تيجي تنظم وقتك، هتلاقي إن 20% من الحاجات اللي لازم تعملها هتجيب لك نتيجة 80% من الهدف بتاعك. النصيحة الرابعة فكر دايما في النتائج. فكر دايما ايه اللي هيحصل لو فعلا حققت الهدف ده، وازاي حياتك فعلا هتتأثر تأثر ايجابي بانك حققت الهدف ده. وبرضه فكر ايه اللي هيحصل لو ما حققتش الهدف ده، حياتك هتتأثر ازاي. وده هيديك دفعة انك تكمل في تحقيق الهدف ده. وعشان كده نرجع لنقطة انك لازم تبقى محدد هدفك. والنصيحة الخامسة وهي طبق قانون الكفاءة الإجبارية. والقانون ده بيقول لا يوجد وقت كافي لفعل كل شيء، ولكن دائما يوجد وقت كافي لفعل الشيء الأهم. فعشان كده لازم تبقى محدد أولوياتك، لازم تبقى محدد انت عايز توصل لفين عشان تبقى عارف ايه الشيء الأهم وتركز عليه. والحاجة الأهم دي هي دي اللي هتحقق لك 80% من الهدف بتاعك. والنصيحة السادسة والأخيرة وهي دايما طور نفسك. سامعك وانت بتقول ما عنديش وقت. لو فعلا ما عندكش وقت فاحنا بنضيع في المواصلات ساعات ملهاش عدد ده. فانت ممكن تستفاد من الساعات دي انك وانت في المواصلات مثلا تسمع بودكاست عن المجال اللي انت مهتم بيه، او تسمع محاضرة للمجال ده. صدقني يا صديقي الموضوع ما بقاش اختياري، انت لازم تطور من نفسك. انت شايف الذكاء الاصطناعي بيوصل لحد فين؟ وفعلا الناس اللي مش هتطور نفسها هم دول اللي الذكاء الاصطناعي هيستبدلهم مهما كانت وظيفتهم. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى تكون استفدت من الفيديو والفيديو يكون عجبك. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتدوس لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت لو عندك موضوع او كتاب عايزنا نتكلم عنه في الحلقه الجايه يا ريت تكتبه لنا في الكومنتات. ودمتم سالمين.